السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة وكل الأطفال بتحبها. وصفة بجد لو جربتوها مش هتندموا، وبطريقة سهلة جدا جدا. هنعمل بسكوت التمر بطريقة سهلة. أول حاجة معايا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، كوباية إلا ربع من السكر البودر، نص معلقة من الفانيليا، وهنخلط كل المكونات دي مع بعض لحد ما السكر يختفي. وبعد كده هنضيف نص كوب من الزيت زي ما انتوا شايفين، وبعدين هنضيف معلقتين كبار من اللبن المجفف، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقتين زبدة كبار. وهنقلب كل المكونات دي مع بعض، وبعد كده هننزل ب2 كوب من الدقيق، وهنعجن لحد ما الدقيق يختفي خالص. شايفين العجينة سهلة ولينة ازاي؟ شايفين مش بتلزق في الايد خالص؟ وهنسيبها ترتاح لمدة 15 دقيقة. ويلا بينا نجهز العجوة. 3 معالق كبار من الزيت، وهنعجن الزيت مع العجوة. انا استخدمت 500 جرام من العجوة وعجنتهم كويس مع بعض زي ما انتوا شايفين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك للقناة. هبدأ أشكل العجوة كور صغيرة علشان أبدأ أشكل العجين، وبعدين هجيب كورة من العجين وهحشيها عجوة، وهنبدأ نشكل الأشكال اللي احنا عايزينها. أنا شكلت الشكل ده، طبعا زي ما انتوا حابين ممكن تشكلوا أي شكل تاني، الشكل اللي انتوا حابينه. وهجيب صينية وهدهنها زيت، وهبدأ أرص الأشكال اللي أنا عملتها. شايفين يا جماعة؟ بجد كانت طعمها تحفة والشكل كان جميل جدا. أنا هرش عليها سمسم، والخطوة دي مش إجباري، زي ما انتوا حابين، عايزين تحطوا سمسم أو لأ. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180. شايفين بقى بعد ما خرجت من الفرن؟ شايفينها عاملة ازاي؟ اللون كان جميل جدا والطعم كان حكاية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني بوصفات تانية جديدة بأسهل الطرق اللي ممكن تعملوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.